ما تيجوا كده معايا نروح نقضي يومين هناك في موسكو ونشوف كده الاجواء هناك عامله ازاي. يلا بينا. في الاعياد وكده احنا بنذبح معيز. ده ذبح ايه يا جدعان؟ اول نقطه حبيت ابدا بيها هي نقطه الصفر هنا في موسكو. النقطه اللي انا واقف فيها دلوقتي هي 0 كيلومتر. هنا الشوارع بدات تتفرع من النقطه اللي انا واقف فيها هنا. بدات موسكو تتفرع لكام شارع وكده، بدات من النقطه اللي انا واقف فيها دي. هروح دلوقتي عند المكان ده موجود فيه شعلة غالبا من ايام الحرب. الشعلة دي موجودة ما انطفتش بقالها اكتر من حوالي 75، من 1945 ما انطفتش. دي عملوها تخليدا لذكرى الناس اللي كانت في الحرب وكده يعني. تعالوا بقى ندخل نشوف اجواء الساحه الحمراء، خاصه ان دلوقتي في عيد، فبدأوا يحضروا كل حاجه زي العيد عندنا كده بالظبط. تلاقي اللي هم الملاهي بتاعت الاطفال والحاجات بتاعت الاطفال دي كلها محطوطه في الشارع، واكل وشرب وحاجات غريبه كده. تعالى كده نشوف الجو عامل ازاي. شكله جو جميل جدا. النظام ده بيفكرني برمضان عندنا يا جدعان، بتبقى فيها زينه وفيها والكلام ده كله. تعالوا معايا بصوا كده ايه اللي موجود هناك ده. طب احنا عندنا يا جدعان في الاعياد وكده احنا بنذبح معيز. ده ذبح ايه يا جدعان؟ خنزير مستوي وطالع من ذبح خنزير يا جدعان. نستاهلش خنزير حقيقي يا جدعان. طب ايه ده بقى؟